السلام عليكم ورحمة الله. معاكم ام علم. هعمل لكم النهاردة طريقة جديدة ويا رب تعجبكم. هنعمل النهاردة عزومة اسماك للعروسة بقى او حد عنده عزومة عايز يعمل، وطريقة سهلة. وطبعا الجمبري بيبقى طريقته سهلة والسمك عموما ما بياخدش وقت. انا منضفة طبعا الجمبري والمكرونة والسمك المكرونة والكابوريا، ومعايا طبعا صبيط وجندفلي وسمك فيليه متقطع طبعا شرايح، والجمبري والكابوريا وصوابع الكابوريا. طبعا ده متوفر، ممكن تلاقوه انتوا في السوبر ماركت. طبق مشكل ضامن كل المكونات دي. ومعانا طبعا بصل اخضر وبصل عادي حلقات، وفلفل الوان وطماطم وجزر برضو مبشور وتوم وعصرة ليمون وطماطم طبعا، والملح والكمون والكزبره الخضراء ده طبعا، والناشفه طبعا اهم حاجه. تعالوا نشوف طبعا على النار هنعمل ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تعالوا بقى على النار، رجعت لكم. هنحط طبعا في الطاسه بتاعتنا شويه زيت كده يسخنوا. هنحط البصل وهنقلبهم. بالشكل ده. هنحط الكزبره الناشفه بتاعتنا، هنحط الملح. طبعا بعد ما البصله لما دبلت شويه نبتدي بقى نحط الطماطم بتاعتنا، وهنحط الفلفل الاخضر بتاعنا، وهنبتدي نقلب نديهم تقلبتين بس يا دوبك كده برضو الطماطم تدبل. وهنحط برضو معاهم الثوم بتاعنا، ومعانا بشر جزر، وهنقلب. كل ما بنحط مكون نستنى لغايه ما يتمزج مع بعض شويه، ياخد السوا لوحده، وبعد كده نضيف المكون التاني. طبعا انا معايا الجمبري غسلاه وفتحاه من الظهر كده، وشايله الكيس الرمل بتاعه وغسلاه كويس قوي. وبعد كده نيجي على النار نحط بقى الجمبري اللي احنا غاسلينه، الكميه اللي احنا جايبينها، ونقلب بقى تقليبه واحده ونسيبه، وهو طبعا هيستوي مع الخلطه دي. وهنسيبه حوالي، بس الجمبري طبعا ما بيستحملش في السوا على النار. هنسيبه بس يا دوبك ربع ساعه او 10 دقايق كمان. ودلوقتي هبدأ في الصنف التاني اللي هو شوربة السي فود بتاعتي. تعالوا نشوف مع بعض برضه هنعملها ازاي بطريقة سهلة والناس كلها هتحبها. هنحط شوية زيت برضه كده في الحلة بقى بتاعتي. هنا بقى مش هنستخدم الطاسة، هنستخدم حلة عشان تلم معايا الدنيا. بعد كده هنحط بقى شوية الثوم بتاعتنا اهو، هنقلبهم كده. وبعد كده حطيت البصل وبعد كده نحط الفلفل، نشوح كله مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هنحط الجزر نقلبهم مع بعض كده.
بعد ما حطينا المكونات بتاعتنا نبتدي بقى نحط طبق السي فود بتاعنا كله كده، نحطهم كده مع بعض. هنبتدي بقى ايه نقلب كل ده مع بعضه. الجمبري والكابوريا والسي فود والسمك البانيه بالشكل ده. وهنضيف برضو شوية الليمون شوربة جميلة يا جماعة. وطبعا هنحط شوية الشوربة. انا الشوربة دي القشر بتاع الجمبري اللي انا قشرته من الجمبري، غسلته كويس قوي وبعد كده غليته في شوية مية وطلعت الشوربة دي. هنضيفهم كده ماما ماما اهي كده، ونسيبهم برضو يا دوبك بس 10 دقايق كده. ونحط الملح بتاعنا والكزبرة الناشفة والكمون. كده بعد ما خلصنا نغرف الصنف الاولاني هنبتدي برضو نحط النوع التاني بقى بتاعنا. تعالوا بس اوريكم هنغرفه ازاي. وده الشكل النهائي بتاع العزومة بتاعتنا، ويا رب يعجبكم. ادينا عملنا السمك اهو، المكرونة بعد ما حمرناه، وطبعا السلطة لازم السلطة والرز، وده شوربة السي فود بتاعتنا اهي. يا رب تعجبكم وطعمها طبعا جميل. ده طبعا الجمبري بعد ما عملناه اهو مع بعض. ويا رب تكون عزومة هنية. وطبعا ما تنسوليش ان انتوا تعملوا لايك، وبالهنا والشفا، ونتقابل تاني في حلقات حلوة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.